إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نتكلم اليوم عن ظاهرة اجتماعية فشت في أوساط كثير من المسلمين. لا يكاد مسلم يسلم من هذه الظاهرة إلا من رحم الله، إما فعلا أو سماعا من غيره، وهي ظاهرة يتهاون بها المسلمون حتى اعتادها بعض الكبار وكثير من الصغار، وبعضهم يقولها ولا يعقلها، وهي ظاهرة السباب والشتم واللعن والفحش. هذه الظاهرة التي انتشرت في كثير من أوساط المسلمين، حتى إنك لا تدخل بعض المجالس فتسمع من الفحش ومن السباب والشتم ما يجعلك لا تستطيع أن تجلس في هذا المجلس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه. ومن الناس من إذا جلست معه لا تتحمل الجلوس معه لفحشه ولبذاءة كلامه ولسبابه للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، أي خروج عن طاعة الله جل وعلا. فمن الناس من إذا نادى لعن، وإذا غضب شتم، وإذا تخاصم مع الناس سب وفحش في الكلام، حتى إن بعض الناس لا يتوالى ولا يتورع أن يسب ويشتم ويذكر بعض الألفاظ القبيحة أمام الصغار، حتى أصبح بعضهم يتلفظون بها وهم لا يعرفون معناها ولا يشعرون بخطورتها. والسبب أنه رأى أباه يكلم أمه بهذه الألفاظ، أو يكلم جاره بهذه الألفاظ، أو يكلم صاحبه بهذه الألفاظ، فقلده واتبعه في هذه الكلمات. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تجلس عنده عائشة رضي الله عنها، فيمر بعض اليهود فيقولون: السام عليك يا محمد. والسام يعني الموت، أي يدعون عليه بالموت، يظنون أنه لم يفهم. ففطنت عائشة رضي الله عنها فقالت: وعليكم السام واللعنة، أي ترد عليهم مثل ما شتموا. فقال عليه الصلاة والسلام: مه يا عائشة، لا تكوني فاحشة. وما بلغت عائشة، لكنها ردت السيئة بالسيئة. ولكن أدبه عليه الصلاة والسلام يمنعه من هذا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أما سمعت ما يقولون يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكني قلت وعليكم. فانظروا إلى أدبه عليه الصلاة والسلام يرجع ما قالوا عليهم. ومن الأمور التي تزداد خطورة على هذه الخطورة قضية اللعن. وما أدراك ما اللعن؟ فبعض الناس اعتاد اللعن على لسانه، حتى إنه في المدح يلعن، وفي ذكر فلان يلعن، وفي الإخبار عن فلان يلعن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن اللعنة إذا خرجت من صاحبها تصعد إلى السماء، فتوصد أبواب السماء دونها، فترجع إلى الأرض، وتوصد أبواب الأرض دونها، ثم تأتي إلى الذي لعن، أي إلى الذي لعنته،
فإن كان أهلا لها أصابته اللعنة، وإلا رجعت إلى قائلها، واللعن هو الطرد من رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، فإذا لعنته كأنك قتلته يا عبد الله. ثم اعلموا يا عباد الله أن بعض الشتم والسب كفر بالله جل وعلا، وهو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب هذه الملة أو شيء منها. وكثير من الناس من يدعي الإسلام وينطق بالشهادتين ثم يسب دين فلان، ثم يسب دين فلان، ويسب شرعه، ويسب رسوله عليه الصلاة والسلام. وحين يسبه فإنما وقع في الكفر، عافانا الله وإياكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. فلو كان في كل يوم تشتم رجلا أو تضربه أو تأكل ماله، فإنه في السنة تزداد على 360 شتمة أو ضربة، فيأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذت من سيئاتهم فطرحت عليك ثم تطرح في النار. أتدرون ما معنى كل هذا؟ صلاتك ضاعت، صيامك ضاع، زكاتك ضاعت، حجك ذهب، كل أعمالك قد ذهبت وولت، تعبك في الدنيا كله قد ضاع. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاحفظ لسانك يا عبد الله عن سب الناس وشتمهم ووصفهم بالقبيح والبذيء والفحش وما غلظ من القول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،
ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.